هاي جايز، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هوريكم فيديو يكون عباره عن يومي في حياتي. حرفيا اليومين دول هو موسم الطحن في المذاكره. انا في تالتة اعدادي للي ما يعرفنيش. المفروض دلوقتي ان انا ابدا اركز جدا مع المواد، واركز جدا مع الحاجات اللي هي متكومه عليا، واركز جدا مع الحاجات اللي هي عايزه تتراجع، واركز جدا مع الحاجات اللي ما ذاكرتهاش. فبجد يعني انتوا عارفين اكيد، اللي زي عارف، حتى لو مش تالتة اعدادي، حتى لو اولى ابتدائي، اللي زي عارف الحوارات دي كويس. فهوريكم روتيني في المذاكرة. طبعا انا النهارده كنت غايبة، ودلوقتي الساعة 7:58 وانا مش مجهزة اي حاجة، فهبدأ معاكم وبس. يلا بينا. طبعا في حاجات كانت ناقصة عندي امبارح، في تقريبا نص فيديو الجبر ما شفتوش ريفيجن، فهكمله وبعدين ابدأ احط المهام اللي همشي عليها بقية اليوم. فيلا بينا. اوكي، حاليا خلصت اللي انا المفروض كنت اخلصه في الالجبرا النهارده. لا، في الالجبرا امبارح، بس عملته النهارده عشان يتكوم عليا. فدلوقتي هبدا اكتب الحاجات التو دو ليست اللي هعملها النهارده. طبعا أنا النهارده بادئه متاخر جدا، يعني الساعه النهارده 3 دلوقتي 3 و9 دقايق، 9 و3 دقايق، سوري. فدلوقتي هبدا اكتب الحاجات اللي انا عايزه اعملها وبس. يلا بينا. اوكي، حاليا يلا بينا نعمل التو دو ليست مع بعضينا ونشوف هنعمل ايه. اوكي، ودي كانت التو ليست بتاعتي. طبعا فيها نوع من الغباء عشان انا حاطه حاجات كتير. وهنا كنت ببدا ان انا اذاكر فقه الساعه الاولى. هذاكر فيها فقه واصول دين ومواد شرعيه عشان انا ازهريه يعني. هو ده قرايكم في شكل المكتب. اهم حاجه عندي التنظيم والالوان. طبعا قضيه دي القطه دي الروايه اللي انا بقراها حاليا تحفه. بصوا دلوقتي اللي قدام المدرسة مع صاحبتي حبيبة قلبي. هاي يا جماعة، أنا صاحبتها معاها في الفصل على فكرة. معلش انا يلا حطي في الشنطة. معلش يا جماعه ان انا وريتكم الاشكال دي على الصبح، بس صباح الخير يعني. عموما حاليا قدام المدرسه ومش قادره اخش ومش عايزه اخش عشان مش قادره اقف في الطابور ولا قادره اعمل اي حاجه. فبس هديك اليوم معايا هيبقى عامل ازاي. حاليا هسجل اول اذاعه ليا من 4 سنين، عشان من 4 سنين كنت في سنه 5 وطلعت وهببت الدنيا وقعدت اضحك وانا بغني. فالنهارده ان شاء الله هنصلح الموضوع ده وهنكتب من اول وجديد وهنظبط من اول وجديد. هنا كنت لسه خارجه من المدرسه واختي قالت لي ان هي هتعزمني على ايس كريم، فطبعا ما بخلتش على نفسي وجبت الايس كريم ده. بصراحه ده جديد فعايزه اجربه، شكله تحفه. انا المفروض كنت اقوم واستعد للتمرين عشان اروح الباسكت. رايحه التمرين دلوقتي بس هموت وانام. اوكي، انا خلصت باسكت دلوقتي. دلوقتي انا يا جماعه ما عرفتش اصور لكم اي حاجه لان انا نمت في العربيه نومه بجد. اصلا كنت هموت وانام. وحاليا ده بلعب الفولي. اصلا مش عارفه بصوره ليه. بس ايه رايكم في شنطتي؟ النهارده عندي في البيت حاجات كتير قوي 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 في المذاكره. اتمنى بجد ان انا اخلصها النهارده، لان اصلا انا مش هينفع اجل اكتر من كده. خلاص يعني انا في حاجات كتير قوي اجلتها وحاجات كتير بقى مش هحطها وانام واكسل. بس بجد خلاص بقى اللي هو جينا في فتره اللي هو لازم عشان الكلمه الوحشه دي مش عايزاها تحصل لي. بصراحه خايفه الامتحانات تيجي صعبه يا جماعه، بس في نفس الوقت حاسه ان ربنا هيستر. يعني بجد ان شاء الله ربنا هيستر، لان انا تعبت في الامتحانات دي، يعني تعبت في المذاكره دي. فان شاء الله ربنا هيستر بجد. انا اكتر ماده انا واقعه فيها الالجبرا. الكاميرا قطعت، بس على العموم يعني انا كنت عايزه اقول ان الالجبرا سيئه بالنسبه لي. ممكن يكون بالنسبه لحد تانية سهل، بس حد تاني سهل، بس الالجبرا وحشه قوي عكس الجيومتري احسن. أول مرة أخش. شفتوا اللي حصل لي؟ انا اول ما جيت من النادي ما استحملتش، نمت وصحيت، ودلوقتي الساعه 52 دقيقه. هشوف لو الساعه 52 دقيقه دي لحد الساعه 6 هقدر ان انا اخلص كل حاجتي. لا، خليكم معايا. خلصت الاتنين اللي تحت دول، فاضل لي اللي فوق. هذاكر دلوقتي الاحتلال البريطاني، وبعدين مثلا ممكن اقوم اشرب حاجه كده يعني. خلصت الساينس الحمد لله، خلصت الدرس، حليت الواجب. كده انا متبقي معايا ساعتين الا 10 دقايق. حاسه ان انا محتاجه استريح واعمل مشروب، بس تعالوا نشوف هنعمل ايه. خلصت كل دول بالظبط، بس ما حلتش اللي هو في النص اللي هو الماس الجبرا. ده مش هلحق احله دلوقتي. الوقت هو اللي عملها معايا مش الكسل، لان انا في كامل نشاطي. بس
الوقت خلاص فاضل ربع ساعة، والفيديو اللي انا عايزة اتفرج عليه اصلا 40 دقيقة، فاهمني؟ فده النهاردة ان شاء الله هعمله مع بقية التودو ليست اللي هعملها. فبس فكده بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه، عشان خلاص فاضل ربع ساعة المفروض ابدأ اجهز. يلا بينا نعمل كوباية نسكافيه بعد شقة. اخيرا جبت نسكافيه. وكده نكون خلصنا الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبس ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وكومنت وكل حاجة. باي.